صباح الخير. كل سنة وانتوا طيبين وبخير وصحة وسلامة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يجعله شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأكتب لنا فيه القبول، واغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، وارزقنا فيه صفاء القلب ونية صادقة وعملا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعل هذا الشهر بداية خير وتغيير وبركة في أرزاقنا وأعمالنا، واشرح صدورنا ويسر أمورنا ووفقنا لما تحب وترضى. النهاردة هنتكلم عن نقطة مهمة جدا في النقل الثقيل. ناس كتير بتقابل المشكلة دي وما تعرفش سببها. شاحنة فولفو FH أو FM محملة تقيل والموتور سليم ومفيش أعطال، لكن العربية مش راضية تتحرك بسهولة في مطلع. خلينا نفكر بعقل مهندس مش بعقل مغير قطع. أول مفهوم لازم نفهمه هو startability، يعني قدرة الشاحنة إنها تبدأ حركة من السكون وهي شايلة وزن ضخم وعلى منحدر. المصنع بيحسبها بنسبة مئوية، لما يقول 10% يعني كل 100 متر أفقي في ارتفاع 10 متر، وده مش مطلع بسيط. القدرة دي بتعتمد على 3 حاجات: نسبة تخفيض الفتيس، نسبة الدفرنس الخلفي، والوزن الكلي للمركبة اللي هو GCW. لو عندك فتيس فيه غيار زحف كرولر، العزم اللي يوصل للعجل بيكون عالي جدا عشان نسبة التخفيض كبيرة، وعشان كده يقدر يبدأ على منحدر 10%. لكن لو أقل غيار عادي النسبة تقل والقدرة على البداية تقل. يبقى الموضوع مش قوة حصان، الموضوع نسب تخفيض. نيجي للفتيس اي شيفت. ناس كتير فاكرة انه اضعف من المانيوال، لكن الحقيقة العكس. الفتيس ده كمبيوتر بيحسب وزن وبيحسب زاوية ميل وبيحدد ضغط الكلتش وتوقيت النقلة. لو سوفت وير النقل الثقيل متفاعل هيبدأ عادي على 10%، لكن لو العربية متبرمجة شغل عادي وانت محملها زيادة، الكنترول مش هيحسب العزم صح، وهتحس ان العربية بتتأخر او الكلتش بيزحلق. وهنا المشكلة مش ميكانيكا، المشكلة حسابات. في نقطة تانية مهمة اسمها gradability، ودي قدرة العربية انها تكمل الطلوع مش بس تتحرك. ممكن عربية تبدأ نص متر لكن ما تكملش، وده يحصل لو نسبة الديفرنس طويلة، يعني سرعة أعلى وعزم أقل. لكن لو النسبة قصيرة العزم يزيد حتى لو السرعة قليلة. كل ما الوزن يزيد الضغط على مجموعة الحركة يزيد، حرارة الفتيس تعلى، ضغط على الكلاتش يزيد. وعشان كده المصنع مستبعد الكلاتش من الضمان في النقل الثقيل لأنه أكتر جزء بيتحمل الإجهاد. دلوقتي خلينا نسأل السؤال الصح: ليه عربية محملة تقيل مش عايزة تطلع مطلع؟ الاحتمالات غالبا 4. نسبة ديفرنس غير مناسبة، سوفت وير النقل التقيل مش مفعل، الوزن الكلي أعلى من المبرمج، أو معايرة الوزن غير دقيقة. لو فكرت بالطريقة دي هتوفر وقت وهتوفر فلوس وهتبقى سابق العطل بخطوة. النقل التقيل مش قوة موتور، النقل التقيل هندسة نسب وبرمجة وحسابات دقيقة. لو فهمت المنظومة هتتحكم فيها، مش هي اللي تتحكم فيك. ولو الشرح ده فرق معاك تابع الحلقة الجاية، لأننا هنتكلم بالتفصيل عن اختيار نسبة الديفرنس الصح حسب نوع الشغل، وإزاي تحسبها بعقلك قبل ما تفتح كتالوج. في أمان الله.